يا جماعه صوفي ارجعوا شويه. كلمينا على فيلم النهارده مستر اكس. متحمس قوي. لا بس لازم خلي بالك ايدك. وفي مورال ويعني بيورينا زي افلام زمان كده، فيا رب يعجبكم. تعودت للمره الثالثه مع احمد. دي الثانيه. مستر اكس عمل كوميدي انت واحمد للمره الثانيه، فلازم تكلمينا اول عمل عملته معاه الواد سيد، انا بتكلم معاك كدراما وسينما. ايوه كان شويه. الواد سيد الشحات كان اول عمل، انا واحمد ده تاني عمل معاه. طيب خلينا بقى عند دور كريم عبد العزيز كلمني. كريم عبد العزيز كلمني. بحب قوي الشغل مع احمد. واحمد مؤلف بحس ان انا يعني في امان وانا معاه، يعني ما بحسش ان انا شايله هم خالص وانا معاه. احكي لنا عن الكواليس مع ابطال كلهم كوميديا عاليه جدا. كلهم صحابي، قصقص صاحبي وانور صاحبي وميومي، كلهم يعني مش عايزه انسى محمود حافظ، رحاب الجمل، كلهم بجد فظاع وحبيتهم قوي، وانا كنت عارفاهم من قبل كده، فكنا متحمسين قوي واحنا بنعمل الفيلم ده مع بعض. وسافرنا مع بعض. عرفنا ان في مقالب في الفيلم. مقالب السفر. ما في كان في احمد يقول لكم سيبه وانا سيبه. المفروض امتى؟ خلاص يوم 22/7 ان شاء الله. كلمينا بقى عن كواليس وكان سفر برضه، انت على طول بتسافري. لا انا السنه دي كلها مسافره. كان في لبنان شهرين وخلصناه، وان شاء الله هيتعرض قريب قوي. وتقولي ايه لجمهورك النهارده بخصوص مستر اكس؟ طب قولي لي تقولي ايه لجمهورك النهارده علشان يجوا مستر اكس؟ اقول لهم ان هم هيشوفوا فيلم حلو قوي كوميدي، يناسب كل العيله، الاطفال والكبار، ومفيش حاجه ممكن تضايق حد. سعودي. وفي ضيوف شرف كتير جدا الناس بتحبهم، وقصه حلوه ويا رب تعجبكم. المنافسه قويه قوي في عيد الاضحى. كلمينا لازم تكلميني عن المنافسه قويه جدا. ايوه كده المنافسه قويه جدا، بس يعني كل الافلام انا هخشها، ومبروك لكل الناس، وان شاء الله ربنا يوفق كل الجميع يعني. واكيد ده حلو للجمهور ان هم يشوفوا افلام مختلفه. اكيد بس ليكي مبروك يعني. نرجع شويه. عايز انا اشكرك يا رب.